صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده زي ما انتم شايفين كده الجو ساقعه، والجو كان ممطر بقى وساقعه. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل النهارده كده كرومب. بقي من عندك حتتين فراخ، مش متبقي عندك نعمل حله محشي بس كده وخلاص، جميله كده. وهوريكي ازاي من اول السوا لحد ما تفرعيها، واحلى محشي هتعمليه. تعالوا نقول بقى بسم الله ونشوف. معانا القوطه والخضره ومعانا الكرنبايه. هنقطع بقى كده اهوت زي ما انتوا شايفين كده. ده اخويا بقى كده معلش بيعمل معايا زي ما انتوا شايفين كده. بنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه بس كده زي ما انتوا شايفين كده. معايا حله على النار اهوت، انا سايبه فيها ميه بتتسلق بتغلي. اول ما تغلي هحط فيها الكرنب اسلقه، وبعد كده نرجع نعمل الصلصه سوا مع بعض. تحت الميه تاني بعد ما سلقتها. دلوقتي بقى معانا حله على النار، حطيت فيها كل اللي حطيته، معلقتين زيت. دلوقتي بقى اللي معايا بصله مقطعاها كده مكعبات كبيره، بصلايه كبيره او وسط. معايا طماطم، وطبعا زي ما انتوا شايفين التوابل هنحطها مع بعض كالتالي. دلوقتي هنقول بسم الله وننزل بالبصل زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب. طبعا زي ما انتوا عارفين حبايبي انا ما بحبش احمر البصله كتير، فانا يا دوب هقلب. ايه اللي هنزل بيه دلوقتي مع البصله؟ هنزل بيه بمعلقه صغيره سكر زي ما انتوا شايفين كده عشان البصله تكرمل معايا. هنزل دلوقتي بمعلقه ملح. طبعا الملح احنا نقدر نظبطه، عندك شوربه عندك ما عندكيش تقدري تحطي مكعب مرقه في ميه وتدوبيها وتروحي بيه كده هتبقى شوربه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالتوابل والبصله لسه ما احمرتش كالتالي. هنزل دلوقتي كركم، كزبره ناشفه، هنزل بكمون، هنزل ببهارات لحمه وبهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، بس كده. هقلب. في ناس بقى بتحب تحط له نعناع ناشف براحتها، في ناس بتحب تحط توم، وفي ناس ما بتحبش. انا للامانه هحط التوم بس مش دلوقتي. امتى؟ في حاله لما انزل بالصلصه واسيبها تاخد اول غلوه هنزل بفصين توم اقطعهم حلقات عليه. انا دلوقتي كده هنزل بالصلصه بس كده وهقلبه كده. هسيبها تتسبك. طبعا الكرنبايه انا هاخدها اقطعها، كل اللي هعمله اللي في النص دي بس، الزعزوعه دي بس هي اللي هتتشال، وبقيه الورق هنروح ساحبينها بالسكينه خط من هنا وخط من هنا وشايلينها، ونقطع الورق على حسب اللي احنا عايزينها، الحجم اللي احنا عايزينه. انا بقى هسيب الصلصه تتسبك وبعد كده هرجع نشوف هنكملها ازاي سوا مع بعض. حبايبي زي ما انتم شايفين كده بعد ما الخلطه اتعملت، احلى خلطه هتعمليها. طبعا وريتك كل حاجه. معايا الرز طبعا والخضره. انا الخضره بنزلها اخر حاجه. دلوقتي بقى هصفي كده الرز وهنزله معاكم. هروح بقى انا اعمل ايه؟ هصفي الرز كده اهوت بايدي وانزله، وبعد ما اخلص هروح حاطه الخضره دي واخدها تقليبه واحده بس عشان تفضل خضرة زي ما هي، وهرجع لكم واوريكم واحده وانا بحشيها وهكمل بقيه الحله انا. ورجعت لكم تاني حبايبي زي ما انتم شايفين كده شكل الخلطه. دلوقتي بقى الحله هيت. في ناس بتغير الحله لكن انا بحب اعمل بنفس الحله عشان اخد الطعم منها. في ناس بتحط البطاطس من تحت، شرايح بطاطس وطماطم وبصل، انا بعمله كده في البتنجان. لكن الكرنب بحب اقطع العروق بتاعته، او في ناس بتحط الورق الاخضر ورقتين خضر من تحت. ده يرجع ليكي انتي. الناس بقى اللي بتقول بتحط التوم عشان الانتفاخ وكده، ما احنا بنحط ايه؟ بنحط سكر علشان الانتفاخ والكلام ده. انا هحشي معاكم واحده كده زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين كده اهيت بكل بساطه بس كده. هنحطها في الحله بالشكل ده كده، وهكمل بقى بقيه الحله بالسيستم اللي احنا فيه ده. وبعد ما اخلص الحله كلها هرجع اوريكم ازاي مقدار الشوربه بنظبطه، وكل حاجه من كل تفاصيل المحشي النهارده باسراره وتكاته هنعملها سوا النهارده مع بعض.
رجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما حشيت الحله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان عامله معاها بتنجان وفلفل طبعا مش لوحدها. معانا دلوقتي معانا الشوربه، او ما عندكيش شوربه زي ما انا قلت لك تحطي ميه وملح تحطي ميه وملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ او بهارات لحمه، هتديكي نفس طعم الشوربه بالظبط. هننزل دلوقتي كده زي ما انتوا شايفين كده. اعرف منين اخد المعيار بتاعها؟ اهز الحله كده خلاص اهي الميه زي ما انتوا شايفين كده معايا اهيت كده. انا مش محتاجه ميه تاني. معايا كوبايه صلصه هرش كده فوق الوش. الناس اللي بتقولي البصل بيطلعش معايا محمر ليه، لا احط لها الصلصه كده. الصلصه دي بس مطحونه مش محطوط عليها اي توابل، بس كده. وانا هولع عليه النار واوريكم الشكل النهائي ليه. ان شاء الله الوصفه النهارده تعجبكم. ورجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده حله المحشي، قلت والله وحلفت اللي انا هغرفها معاكم من قلب الحدث. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، الصباع بصباعه، البخار طالع، الريحه والطعم مش قادره اقول لكم. اتمنى تجربوه. زي ما انتوا شايفين كده دي الوزه طبعا بتاعت الكرومبه. اتمنى الفيديو النهارده يكون بسيط وسهل عليكم. طبعا عملت معاكم المحشي من اول الخلطه لحد السوا قدامكم زي ما انتم شايفين. اتمنى النهارده يكون الفيديو بسيط وسهل. اتمنى كل وصفاتي سهله وبسيطه. متنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.